هنبدأ فيلمنا مع نوا لما اتعرف على إيفري في حفلة الهالوين سنة 2014 وبياخدها للمكان اللي شغال فيه عازف بيانو وبتنبهر إيفري بعزفه وبيروحوا يتصوروا مع بعض وبيكون في إعجاب ما بينهم وبيوصل نوا إيفري لحد البيت وبيطلعوا يكملوا سهرتهم سوا وبنعرف إن إيفري بتنظم حفلات خيرية وبيبان على نوا إنه معجب بيها جدا. وبعد 3 سنين بيكون نوا بيحضر حفلة خطوبة إيفري على إيثان حبيبها القديم وبيكون نوا لسه بيحبها وبيفضل يشرب علشان ينسى لحد ما بيسكر وبتروح إيفري تطمن عليه وبتطلب من كاري صاحبتها إنها توصل نوا في طريقها علشان هو في حالة ما تسمحش إنه يسوق. وفي الطريق بيفضل يقول لها إن إيفري المفروض تكون مراته هو مش مرات حد تاني وبيقول لها انه غلط لما ما صرحهاش بحقيقه مشاعره لما كانت معاه وبيطلب منها انها توقف علشان يوصل البيت بس بتطلع الحانه اللي شغال فيها ونازل علشان يكمل شرب بس بتحاول كاري انها توديه بيته ولما بيخش بيكون صاحبه ماكس مستنيه هناك وبيكمل لها بقيه الحكايه وانه في اليوم اللي كان رايح فيه واجهها بالحقيقه كانت إيفري شافت إيثان واعجبت بيه فبتقول له كاري انه ينسى إيفري علشان اتخطبت خلاص ويفكر في حياته وبتسيبهم وتمشي. وبعد شويه بياخدوا ماكس علشان يروحوا وبيقعدوا على الكرسي بتاع كابينه التصوير لغايه ما بيوقف تاكس وهو وجوه بيتمنى نوا ان الزمن يرجع بيه تاني. وتاني يوم بيصحى نوا من النوم ولما بيخرج يلاقي ان الاطفال لسه لابسين لبس الهالوين مع انه خلص. ولما بيروح السوبر ماركت بيشوف التاريخ المكتوب على الجرايد 2014 بدل 2017 فبياخد الجرايد وبيطلع بيها على ماكس صاحبه في الشركه اللي شغال فيها وبيلاقيه لسه شغال تحت التمرين مش نائب مدير الشركه وبيفهم انه رجع 3 سنين ورا بالزمن. وبيلاقي كاري عندها جلسه تصوير تحت الشركه فبيجري عليها وبيسالها لو تعرفه او اتعاملت معاه قبل كده بس بتقول له انها اول مره تشوفه فبيفرح نوا زي المجانين ان الزمن رجع بيه تاني وبيروح البيت وبيجهز لحفله الهالوين وبيقرر انه يلبس زي جيمس بوند لان لو اسم مكانه هيلبس كده. وبيروح على الحفله وبيشوف إيفري قدامه وبيعرف انه يقرب منها وبيتكلم معاها وبيكون بيتوقع تصرفاتها لانه كان واقف معاها الوقفه دي قبل كده عكس إيفري اللي فاكراه بيقرا افكارها واليوم بيمشي عادي لحد ما بيوصلها البيت وبتيجي رساله على موبايل إيفري من كاري وبتقول لها انها راجعه علشان يومها باظ وبيحاول نوا انه يهرب قبل ما تشوفه كاري بس بتدخل كاري وبتعرف نوا وبتقول لإيفري ان ده المجنون اللي حكت لها عليه الصبح فبتفهم إيفري انه كان بيراقبها علشان كده عرفها كويس بس لما بيحاول نوا يشرح لها بتضربه كاري علشان كانت خايفه منه وبيغمن على نوا ولما بيفوق بيلاقي نفسه على سريره وبيكون فاكر انه بيحلم فبيكلم إيفري وبيحكي لها بس بتقول له انها ما تعرفوش. ولما بيروح على بيت إيفري يلاقي نفسه رجع ل 2017 يوم خطوبه إيفري على إيثان ولما بيدخل الشقه وبتشوفه إيفري بتصرخ وبتقول له ان ده المجنون اللي هجم عليهم من 3 سنين فبيفهم نوا انه ما كانش بيحلم وان دي نتيجه تغير الماضي. وقبل ما يشرح لهم بيضربوا إيثان وبيعرف انه يهرب منهم وبيرجع البيت علشان يفكر في اللي حصل. ولما بيطلع كل حاجه في جيوبه بيلاقي صوره من مكنه التصوير مع إيفري فبيفهم ان مكنه التصوير هي السبب وبيروح على هناك وبيتمنى انه يرجع بالزمن تاني وبيبص بيلاقي نفسه رجع تاني بس المره دي بياخد ماكس معاه علشان يقول له على طريقه يقرب بيها من إيفري فبيقول له انه يتريق عليها او على هدومها لان البنات مش بتنسى اللي بيتريق عليهم بس لما بيعمل كده إيفري بتبعد عنه ولما بيروح وراها بترميه في حمام السباحه وبيطلب منها انها تطلعه بس بيشدها وبيوقعها معاه وبتعجب بيه وبيروح معاها. ولما بيصحى من النوم بيلاقي نفسه نايم جنبها في زمنه وان ده اللي كان بيتمناه بس بيلاقي شكله واسلوبه مختلف وان إيثان ارتبط بكاري وهما الاتنين بيكرهوه. ولما بيقرروا انهم يجروا بيطلب انه يجي معاهم بس مش بيصدقوا لانه مش بيشاركهم في حاجه وهم بيجروا بيكون نوا مش عارف يجري بسبب اللبس اللي لابسه لحد ما بيقعوا وبتقول لهم كاري انهم يكملوا جري وهي هتقومه فبيقول لها انه بيحب إيفري وهيعمل اي حاجه علشانها فبتقول له كاري انه لو بيكذب هتقتله وبيقعدوا مع بعض عشان تخليه يصلح من نفسه فبتقول له ان إيفري بتدور على الاستقرار وانك لازم يكون عندك وظيفه ثابته فبيقرر نوا انه يرجع بالزمن علشان يقدم لوظيفه كويسه ويروح يخطب إيفري وفعلا بيعمل كده وبيروح لماكس وبيقول له ان ساب الحانه وقرر يشتغل معاه في الشركه فبيفرح ماكس جدا لانه كان بيتمنى ده من زمان وبيروح الحفله وبيقابل إيفري وبيقضي معاها اليوم. ولما بيروحوا الحانه بيديله الشخص اللي اشتغل مكانه مقطوعه موسيقيه وبيقول لإيفري انه ساب الشغل هنا واشتغل في شركه علشان بيدور على الاستقرار فبتفرح إيفري جدا لان ده اللي كانت بتدور عليه. ولما بيصحى بيشوف قدامه دعوه خطوبته على إيفري فبيعرف انه نجح في اللي كان عاوز يعمله وبيلاقي نفسه عايش في بيت كبير ملكه وجسمه تخين بس بيكون مبسوط لما بيشوف إيفري قدامه مبسوطه. وبيروح على الشركه وبيلاقيها فاضيه وبيطلع ان الموظفين عاملين حفله بمناسبه ترقيته الجديده وبيتفاجئ ان هو لما بيكون حافظ اسامي اللي شغالين عنده وبيشوف ماكس وبيقول له انهم عملوا كل اللي عاوزينه وبياخدوا ماكس المكتب وبيقول له انه سرق الترقيه منه وانه ما بقاش صاحبه من يوم ما اشتغلوا مع بعض لانهم كانوا بيتنافسوا على كل حاجه وبيسيبه وبيمشي. وبتجيله السكرتيره
وبتبلغه بكل المواعيد اللي المفروض يحضرها علشان ما يترفدش. وبيعرف نوع ان حياته بقت عباره عن شغل بس، وانه خسر صاحب عمره. ولما بيروح علشان يلحق خطوبته بيقرر انه يعزف على البيانو، بس بيكون ناسي اللحن. وبيدور على ايفري وبتقول له كاري انها مع ايسن علشان تعبان. وبيطلع ان هو بيلاقي ان ايسن شرب كتير زي ما كان هو بيعمل. وبيوصل ايسن لحد بيته في العربيه. بيعتذر له ايسن وبيقول له ان المفروض كان يدور على سعاده ايفري مش سعادته، وانه لو كان شافها من زمان كان يمكن الحال اتغير. فبيحس ان هو اناني علشان كان بيدور على سعادته هو وبس، وما همهوش سعاده ايفري. ولما بيرجع بيلاقي ان كاري قاعده عنده في البيت علشان ما سابتش ايفري من الصبح. فبيسالها هي ليه ايفري مش بتحبه، فبتقول له ان ايفري بتهتم بيه، وانها لولا ما عاوزه الاستقرار كانت سابته من زمان. فبيقرر ان هو انه يرجع للماضي، وبيودي ايسن الحفله علشان يتعرف على ايفري. وبيشوف ايفري وهي مبسوطه مع ايسن. وبيشوف كاري فبيروح وبيتعرف عليها وبيعرض عليها انهم يروحوا مكان اهدى شويه. فبيروحوا كلهم للحانه اللي شغال فيها، وبيفضل يعزف على البيانو. وبيعرف ان كاري كمان شاطره في العزف، وان كل التصرفات اللي كان بيحبها في ايفري بيلاقيها في كاري. وبتطلب منهم ايفري انهم يتصوروا كلهم مع بعض. وبيروح نوا، ولما بيصحى بيلاقي نفسه في بيت ماكس صاحبه، وبيعرف انهم لسه اصحاب. فبيسالوا على كاري فبيقول له انها رجعت لصاحبها القديم بعد ما خرج معاها، بس نوا مش بيستسلم. وبيروح لبيت كاري، واول ما بتفتح له بيقول لها انه كان بيجري ورا ايفري من غير تفكير، بس اكتشف انه بيحب كاري في الاخر. وبيحاول يقرب منها ويحضنها، بس بتبعده كاري وبتقول له انها مرتبطه دلوقتي بصاحبها القديم، انها بتحبه. فبيروح الحانه بس مش بيلاقي مكنه التصوير القديمه، وبيلاقي واحده تاني مكانها. ولما بيسال عليها بيعرف انها اتباعت. فبيفضل يشرب في المكنه الجديده لحد ما بتجيله ايفري، واللي بتكون قلقانه عليه علشان ما حضرش خطوبتها. وبتقول له هو ليه بيتصور في المكنه دي مع انه معاه التانيه في شقته. فبيروح جري على شقته وبيرجع للماضي لاخر مره، وبيقرر انه مش هيغير حاجه علشان ما ياثرش على مستقبله. فبيشوف ايفري بس بيصاحبها مش بيحبها. وبعد 3 سنين بيحضر حفله الخطوبه وهو مبسوط. وبيشوف كاري في الخطوبه وبيتكلموا سوا وبيرتبطوا ببعض. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نور.